من المشاكل اللي بتتقال في النظام النباتي ان هو بيديني بروتين غير كامل. يعني عندي زي ما اتكلمنا قبل كده البروتين بيتحول لاحماض امينيه، فالبروتين الحيواني بيديني كل الاحماض الامينيه اللي الجسم محتاجها، لكن في النظام النباتي او في الاكل النباتي بيبقى ناقص حمض اميني سواء من النشويات او من البقوليات، فوجودهم الاثنين مع بعض في الطبق بتاعي بيديني بروتين كامل. يعني لو تفتكروا طبق الكشري اللي بنتريق عليه ده كده بيديني بروتين كامل. الفكرة في النسب، ان انا محتاج اعرف انا جسمي محتاج قد ايه من كل حاجة فما اخدش ازيد من اللازم. خلي بالك كمان في النظام النباتي وفي البروتين النباتي بيبقى فيه نسبة نشويات عالية في البروتين. يعني مثلا البقوليات اللي فيها نسبة نشويات وبروتين، الفول والعدس والفاصوليا البيضاء والترمس مليان بروتين.